وقفت مدرسة فصل 5 ابتدائي وقالت للتلاميذ بكل حماس: أنا بحبكم كلكم. بس الحقيقة إنها ما كانتش صادقة قوي، لأن في قلبها كانت مستثنية ولد واحد بس، كان دايما لابس هدوم مبهدلة ومبقعة، ساكت ومنطوي وما بيتكلمش مع حد، دراسته على قدها جدا، دايما تايه وبيطلب يروح الحمام كتير، ومكتئب بشكل يخليها تفرح وهي بتصحح له الامتحانات بالقلم الأحمر وتحط له إكس كبيرة. لكن في مرة طلب منها تراجع ملفات التلاميذ القديمة، ولما فتحت ملف الولد ده كانت المفاجأة: أستاذ الصف الأول كاتب عنه إنه ذكي جدا ومرتب في شغله، وأستاذ الصف التاني كاتب عنه إنه محبوب من زمايله بس مضطرب شوية علشان أمه مريضة بالسرطان، وأستاذ الصف التالت قال وفاة والدته كانت صدمة كبيرة ليه، بيحاول يتماسك بس أبوه مش مهتم ولو فضل كده ممكن يضيع. أستاذ الصف الرابع كاتب عنه إنه منطوي جدا، مش بيذاكر ودايما نايم في الحصة. وقفت المس لحظة واتخضت، حست إنها ظلمت الولد من غير ما تفهم حكايته، قلبها اتعصر من الخجل. جت مناسبة عيد ميلادها وكل الطلبة جابوا هدايا ملفوفة بورق شيك وشرايط ملونة، إلا الولد ده هديته كانت في كيس بلاستيك عادي بتاع البقالة. فتحت الهدية لقت عقد فيه فصوص ناقصة وزجاجة عطر خلصان نصها. الطلبة ضحكوا بس هي ابتسمت وقالت بصوت دافي: ياه، دي أجمل هدية جاتلي. ولبست العقد ورشت شوية من العطر على هدومها. بعد الحصة الولد استناها عند الباب وقال لها: النهاردة ريحتك شبه ريحة ماما. ساعتها المدرسة انفجرت من العياط، لأنها فهمت إن العطر ده كان بتاع أمه، وإن الولد شايف فيها ريحة حضن أمه اللي ماتت. في اليوم ده المس بدأت تهتم بيه، تذاكر معاه، تسمعه وتشجعه، وفي آخر السنة الولد بقى من أنبغ وأشطر الطلبة في الفصل. وفي نهاية السنة لقت جواب صغير عند بابها مكتوب فيه: أنت أحسن مدرسة قابلتها في حياتي. ردت عليه في قلبها وقالت: وأنت اللي علمتني إزاي أكون مدرسة بجد. عدت سنين وفي يوم وصل لها جواب من كلية الطب، كان فيه دعوة لحضور حفل تخرج الولد ده اللي بقى دكتور. راحت وهي لابسة نفس العقد وحاطة نفس العطر. النهاردة الدكتور تيدي ستودار بقى واحد من أشهر أطباء علاج السرطان في العالم.